Hello guys, I am back and I miss you and I wish you miss me like I miss you. حتة انجليزي كده ايه والله العظيم. يعني عارف ريحة شرابك احسن منها. بدون مقدمات كتير يا زميلي، تعالى ندخل نشوف التراك اللي نزله ابو يوسف. وانا عارف ان شكلي اتغير من بعد ما حلقت. معلش تقبل الموضوع كده وحاول تعديها. معلش لايكك الجميل وسبسكرايبك الألذ والحاجات الحلوه دي اللي بتفرحني، والله بتفرحني فشخ. اللايك بتاعك بيفرق في انتشار الفيديو، والمشاهده بتاعتك بتفرق معانا كشخص، اللي هو انت يعني اكيد اتفرجت فاكيد حبيت الفيديو. انت ما بتدينيش رايك تحت في الفيديو، بس انت اكيد حبيت الفيديو هنسميها. انا مش المهم يا اسطى، لايك وشير وسبسكرايب الحاجات الحلوه دي. انا مش يعني يعني ماشي معايا اليوم والله العظيم بجد، يعني ماشي معايا اليوم. احنا داخلين نعمل رياكشن على تراك ابي يوسف، فالمهم ندخل بالانتر على طول. المفروض دلوقتي يا زميلي احنا داخلين نعمل رياكشن لتراك لابي يوسف اسمه الغضب. المفروض التراك نازل بقى له نص ساعه، التراك بقى نازل بقى له نص ساعه، فاحنا داخلين نعمل رياكشن ونتحنيك كده على الرايق على التراك غضب. مش عارف، بس التراك ده انا يعني اخر مره دخلت على الانستجرام وشفت ستوريز لابي يوسف، لقيت في ناس كتير قوي بتسال عن التراك ده، وانا بما ان انا مش متابع فحاسس ان التراك ده ممكن يكون قوي. فيلا بينا ندخل نشوف، عشان انا بصراحه متحمس لتراك في ناس كتير قوي طالباه. ما بشوفش عفاريت بالليل ولا الصبح، لما ارميها بترشق زي الرمح. الذكي اللي طلب الصلح غبي يشوف من وش القبح. لا 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 لا، الحوار ده كبير، الحوار ده كبير، الحوار ده كبير ومحتاج له وقفه. لا يا جدعان، لا مش كده مش كده، ده احنا لسه يعني الراجل ما سخنش، الراجل ما عملش انترو غير اللي هي اللي اسمها دي. انا نسيت انا نسيت. انا نسيت والله العظيم. الراجل ما عملش انترو، الراجل ما مهدش انه داخل يغني، او الراجل ما مهدش انه داخل الراجل ما مهدش الحاجه. الراجل دخل رمى، الراجل دخل رمى قنبله كده، حرفيا رمى قنبله كده وجري، يعني حرفيا جري. يعني انت بتعمل فيها كده ليه يا اسطى؟ مين جامد على البيت بورز، فوق مين ساند على البي اور، فوق مين سافج على ذيس شورتس، فوق اي باكج على 3 ستورز. فكركم انا مين توب. انا واصل لمرحله كده اللي هو انا متكيف، انا عامل فعلا دماغ ابيو، ليترلي انا عامل دماغ ابي يوسف ناو. مش بدي حد الرقم ولا اللقب ولا الطقب ولا ارتقب ولا كاكب ولا هطل، لا ده غلط بيتصدم سيب اتصرم. مش هكبر في اللي خرب، بس اتصرف بس خساره لف الطرب بيوم جابت ورا. قام اتشرط على الاشتراك كان متطرب، بسمعكم بتحينوا في الامر في طرب. لا 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 في احنا في حته تانية خالص. ابي يوسف في حته تانية خالص. يعني ابي يوسف في تراك بيرسونا وفي تراك عد فلوس تقريبا كان بيسخن في التراكات دي. يعني يا جدعان ايه ده، يا جدعان ايه ده؟ مش عارف، بس مش عارف، مش عايز اقولها، بس هضطر ان اقولها، هضطر ان ارميها في وشك حالا. وخد بقى الخبر ده، خد بقى التصريح ده. استنى بس اغير اللون بتاع المايك ده، استنى بس اغيره. ايوه ده، يعني عشان بحب اللون الاصفر. خد بقى التصريح ده وما تعدش ورايا. خد بقى التصريح ده قصدي، وما ترجعش ورايا. انا بالنسبه لي التراك ده احسن من عزرائيل واحد، احسن من عزرائيل، احسن. هو احسن من عزرائيل بصراحه، بس مش عارف اقول لك واحد ولا اتنين، لان واحد كان ليه هيبه كده والتاني نزل يعني على فوق الاولاني. فانا بصراحه مش عارف اقول لك احسن من انهي واحد. فانا بصراحه يعني التراك ده احسن من عزرائيل واحد او اتنين، على حسب برضو انت هتصنفهم ازاي. انا بالنسبه لي لا، التراك ده جامد، يعني انا لازم اسمع اكتر. هايلايت وانا في ده فيلم ولي توايلايت ولا اتولد شرف ده وانا زبالغت، ده هرم ده عالم ده نجم ده خرا وده علف بسف. معلش يا اسطى انا سرحت بس شويه، معلش نرجع بس لاول شويه مرات ابو يوسف بيقولهم عشان نرجع بس ونحنيك هو بيقول ايه فيهم. ده انا عايز اتحنيك كتير قوي على التراك ده. انا ريتني عملت رياكشن، والله ريتني عملت فيديو حنيكه اصلا. المهم يا زميلي بيقول لك ايه بقى؟ ما بشوفش عفريت بالليل ولا الصبح، لما ارميها بترجع زي الرمح. الذكي اللي طلب الصلح غبي يشوف من وشي القبح. انت شايف يا اسطى الرايم عامل ازاي؟ صبح رمح الصلح القبح ماشي. لا لو هنقول رايم عادي فتعال نبص على المعنى. يعني مبدئيا كده راس مال في اول 4 بارات، عفروتو في اول بار، ومروان موسى في ثالث بار، اللي هو الذكي اللي طلب الصلح. في فيديو كان يعني مشهور على التيك توك، انا خدت بالي منه، انا شفته، يعني اللي هو مروان موسى كان بيشاوت اوت ابو يوسف على المسرح، فكان باين قوي ان هم اتصالحوا. ففي اول 4 مرات ابو يوسف بس بدا التراك بيقول لك ايه؟ ما بشوفش عفريت بالليل ولا الصبح. شكله لسه عفروتو عامل قلق مع ابو يوسف. لما ارميها ترجع زي الرمح. الذكي اللي طلب الصلح، وهنا تقريبا قصده على مروان موسى بما انهم متصالحوا. يعني غبي يشوف مني وشي القبح. يعني انت فاهم ده بار اللي هو
الحاجات الاستعراضيه، الحاجات دي يعني. مين جامد على البيت بورز، فوق مين ساند على البي ار، فوق مين سافج على ذيس شورتس، فوق اي باكج على 3 ستورز. تعالى بقى بص بقى على البارات اللي بعديها عامله ازاي. مين جامد على البيت بورد، مين ساند على البي ار، فوق مين سافج على الريتشز. فوق الانجليزي كتير قوي في التراك، وانا هتعب جامد. معنى صح يعني مين جامد على البيت بارز، اللي هو مين اجمد على البيت، مين بيرمي فلو، مين بيكتب ليركس قويه، من الحاجات دي كلها. تمام. مين ساند على البي ار فقط. البي ار المفروض اللي هي العلاقات تقريبا قصده على العلاقات العامه. مين ساند على العلاقات يعني مش عارف، بس تقريبا دي بينكش فيها حد، بس انا مش عارفه، او انا لسه مش جاي في دماغي، ما اكدبش عليك. برضه مين سافج يعني فلوس، يعني مين سفاح الفلوس مثلا. يعني الراجل ده انت تعرف يعني يخرب بات كل بار، يخرب بات كل بار، كل بار لوحده حوار. انا مش عارف اقول لك ايه والله العظيم. بكل هداوه، بس بكل هداوه اسند ظهرك كده بس وتعالى معايا عشان اوريك بس الراجل ده بيكتب ايه، او بيكتب ازاي، او ايه اللي في دماغه اصلا هو بيعمل حاجه زي كده. يعني ما اكدبش عليك، دي مش حاجه واحد عادي يكتبها. المهم بيقول لك ايه، مش بدي لحد الرقم ولا لقب ولا الطاقه، بل ارتقى بلا قاقه بلا هطل. لا ده غلط بيا اتصدم، ثبت صنم، مش هكبر في اللي خرب بس صرف. يا نهار ازرق، ده لسه فيه يعني. الراجل لسه مكمل، بس خساره لف الطرب بيهم جاب ورا. المفروض شوف بقى الرايمز عامله ازاي. قام اتشرط على الاشترك على الاشترك كم من طرب، بسمعكم بتعانوا في الامر فيه طرب. الراجل مودي جامد، ابو يوسف مودي لابعد حد. ابو يوسف مودي التراك ده. انا اصلا مش عايز اوصف فيه كتير والله العظيم، عشان ما ببانش ان انا بطبل لابو يوسف ولا اي حاجه. بس فعلا انا مش شايف حد غيره حاليا بيقدم راب. في ناس كتير قوي بتغيب بالسنين عشان ترجع بتراك او بألبوم عامه. مش قصدي على حد بعينه يعني، ما دماغك ما تودكش على مروان بابلو مثلا، ولا توديك على مروان موسى. مش انا بتكلم عامه، انت فاهم. لكن ابو يوسف حته تانية خالص لوحده. ابو يوسف لو الناس عايزت منه ينزل تراك بينزلهم ألبوم كامل. ده يعني ده حرفيا ترى مدعك ده رك، ده شرف بجد من عدم، ده شبل، ده شبه، ده شنف، ده كرف، ما تقفل مش صاجات وسمبل، اصدارات بتنزل. يعني الراجل ده مش منزل مجرد تراك، الراجل منزل يعني دي هتايه من النوع التقيل. يا جدعان ده مش يا جدعان يا نهار ازرق يا جدعان. الرايمز في التراك ده يدرسوا والله العظيم، يدرسوا يعني. حرفيا ابو يوسف يفتح مدرسه يقول لهم ازاي تكونوا، يعني ازاي تكونوا بار، ازاي تكونوا بار يجيب صداع. ما فيهاش غير كده والله، هي ما فيهاش غير كده، حرفيا ما فيهاش غير كده. التراك ده فيه تعويذه، الراب ده فيه تعجيزه، فلوس فيه كارت الفوز، هدفي معبيزه، مال زي ما المعبيزه، كان زيتك تعبيدك، هل شايفك معبيسه، هل بين التعتيقه. انت لو شايف ان تراك زي كده عادي، انت خدت بالك وينزل على حسب طلب الجمهور، مش على حسب المفروض ده التراك ينزل امتى علشان يعمل هيت اكبر هيت ليه. فانا مش عارف جاي معاك ازاي بصراحه، يعني مش عارف انت ازاي بتفكر. يعني التراك ده بالنسبه لابو يوسف عادي، فعشان كده نزله. انت يعني يا ريت تاخد بالك من حاجه زي كده. فانا عايزك تعرف بس ان ده العادي بتاع ابو يوسف. برمي بوش رجلي، هات لي حد يكتب لي، مش هتلاقي حد عنده نفس السر، خساره ده الحبري، انتوا سلق رسمي ساخن بارد دليفري داخل فارد صدري. الراجل ده مش طبيعي فعلا. يعني بص هنا بيقول لك ايه، هايلايت وانا في فيلم تويلايت ولا تواليت. خدت بالك بقى اللي هو كتبها بالعربي تواليت اللي هي الحمام، وكتبها بالعربي اللي هي تويلايت. فيها لف الدماغ كده والله بجد فعلا تجيب لك صداع. انا عايزك بس تبص معايا الرايم عامل ازاي. شرف ونسبه لك، هرم ده علم ده نجم ده خرا ده علف بسيف، ترى مدعكه بريك. يا نهار ازرق يا جدعان، ايه الرايمز دي؟ انا مش عارف اقرا ده انا مش عارف اقرا يا جدعان. مش طبيعي. مش صاجات وسمبل، اصدارات بتنزل. التراك ده فيه تعويذه، الراب ده فيه تعجيزه، فلوس فيه كارت الفوز، هدفي معبيزه، مال زي ما المعبيزه، كان زيتك تعبيدك، هل شايفك معبيسه، هل بين التعتيقه. بص ركز بس معايا الرايم ده عامل ازاي. انا مش هتحنيك لك ما معنى البار، بس هقول لك بس الرايم ده مكون من ايه. مش صاجات وسيمبل، اصدارات بتنزل مع سيمبلز تنزل. فاهم دماغ يعني ازاي وزنها، او ازاي قالها بفلو تبان انها موزونه، وتبان انها بترايم مع سيمبلز اللي هي كلمه بتنزل. انا ما اعرف، بس الراجل عملها بمعنى صح. التراك ده فيه تعويذه، الراب ده فيه تعجيزه، فلوسي في كارت فيزا، هدفي مع ميزه، هنزامل مع ميزه. يعني ايه ما هنزامل مع ميزه دي؟ مش عارف، ما اكدبش عليك انا بس البرحل يخرب بيته انت بتعمل فينا كده ليه يا اسطى؟ براب عادي ما بحضرش ارواح، جاب مرشه وطاح، ما تخرش لو صحت بطرش لو روح، شغل مبروك ما بحضرش افراح، مش على الحظ. تراك زي كده ما ينفعش نعمل مجرد رياكشن عليه، لازم نتحنك على كل كلمه هو بيقولها، لان الراجل ده عمل حاجات كتير قوي في التراك، اذا كان تشكيل الرايمز ولا اذا كان فلو. يا جدعان الراجل ده بيثبت فاير، حرفيا بيثبت فاير. يعني انا مش
مش عايز اعظم او مش عايز يعني اقول مصطلحات كتير قوي عن الحوار ده، بس عايزك تعرف ان التراك ده جامد فشخ، التراك ده جامد فشخ ومش مجرد رياكشن اللي ممكن يدي التراك ده حقه. انا شايف التراك ده قوي. ابو يوسف ممكن يغير فلوهات في التراك بتاعه اكتر ما ممكن يغير لبسه عامه. انت فاهم يعني؟ ابو يوسف ممكن يغير اكتر من 30 او 40 او 50 او 60 فلو حرفيا في التراك وعادي. فانا بصراحه اكتر حاجه شداني الليركس والفلو، لكن انا لسه مش فاهم حاجه لان ده مجرد رياكشن. فعشان بس ما تعاتبش عليا ان انت ما تحنيكتش او ما فسرتش حاجه، لان انا لسه بستوعب هو بيكون البار ازاي. انا والله مش عارف، انا اول مره احس ان انا غلطت ان انا عملت رياكشن عن تراك، علشان التراك ده مش مجرد رياكشن اللي ممكن يديه حقه. التراك جامد، التراك جامد، والفلو والليركس تكوين البارات يا جدعان حته تانية خالص. انا مش بطبل والله، بس فعلا التراك جاي من حته تانية خالص لابي يوسف. فلعند كده يا زميلي احنا خلصنا الفيديو وبس. يعني انتظر فيديو ان شاء الله، ان شاء الله في فيديو جاي قريب هفسر لك كل حاجه في التراك ده، وده اكيد يعني ده وعد مني. بس ده في حاله انك طلبته، يعني انا هعمل حاجه زي كده ده في حاله ان يعني لو في حد مهتم انه يعرف ايه التراك ده عامه، يعني مكون من ايه، يقصد بيه ايه، والحاجات دي كلها. فانت لو حابب تشوف فيديو مفصل كامل عن التراك ده، ازاي كتب البارات، تكوين البارات عامل ازاي، تحليل البارات والحاجات دي كلها، فانت تقدر تقول لي تحت في الكومنتات. وبحبك فشخ والله العظيم، وادخل اعمل لايك واعمل سبسكرايب واعمل الحاجات الحلوه دي، وبحبك والله العظيم. سلام يا اسطى. يا جدعان انا عايز اقعد مع ابو يوسف والله بجد. انا عايز اقعد مع ابو يوسف عشان اقول له انت بتعملها ازاي. انت بيجي لك قلب، انت بتكون بتفكر في ايه يا فاجر وانت بتكتب حاجه زي كده؟